السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي أنا لاحظتها بعد ما أعلنا للحلقة اللي فاتت أنه كثير من الناس ما كانوا مصدقين أنه شيخ من شيوخ الصوفية يدعي الألوهية، وما كانوا متوقعين أنه الصوفية يصلوا مرحلة من الضلال لدرجة أنه يقولوا كلام قالوا قبلهم فرعون وقد ما يكون ذاته فرعون قالوا. ما كانوا متوقعين الكلام ده. لكن يا حبيبنا صراحة لسه الراجيك كثير من الحاجات اللي حتعرفها عن الصوفية ومن الضلالات اللي نشروها الصوفية وكتبوها وسطروها ومدحوها وجزء منها مسجلين فيديو ذاته. لسه الراجيك كثير، انتظرنا. كل المطلوب منك رسل المقاطع دي للناس المتأثرين بالتصوف، رسلها ليهم لعله ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، والأجر بإذن الله جل وعلا انت شريك فيه. كلمهم أنه الحلقات دي ما مجرد كلام ساي واتهامات بالباطل، كلها بالوثائق من كتب الصوفية اللي كتبوها. من اغرب الرسائل اللي وصلتني بعد الحلقه اللي فاتت، واحد قال لي يا اخي انت قريت القصيده من النص ما جبتها من البدايه. الشيخ كان بيتكلم عن الله، كان بيتكلم عن الله يا مولانا، ما كان بيتكلم عن نفسه. معلش يا حبيبنا، انت قد تكون ما قريت الكلام، لكن نحن بنقرا لك الكلام الان من ورا شويه عشان تعرف هل الشيخ كان قاصد نفسه ولا قاصد الله. ده هو نفس الكتاب، كتاب الفيوضات الربانيه، في صفحه 64، يعني قبل الصفحه اللي قال فيها انا الواحد الفرد الكبير بذاته، قبلها بصفحه. شوف عين قال شنو، شوف هل بيتكلم عن الله ولا بيتكلم عن نفسه. مع انه يا جماعه ذاته ما نحتاج نقول كده، لانه قال انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. لكن برضو عين، ودي انا كنت دار اخيرا لحلقات جايه بنحتاج لها في الحلقات الجايه، لكن ما دام انت سالت غالي والطلب رخيص يا حبيبنا. قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لاحميك في الدنيا ويوم القيامه. شفت حتى يوم القيامه دار يخش. انا لمريدي حافظ ما يخافه وانجيه من شر الامور وبلوتي، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال بحضر ميزانك. أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم يتلاقى مع جبريل قال أنا كنت قاعد. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، كان مع نوح. وكنت بعدين قال الطوفان والكلام ده كله قال على كف قدرتي. وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، لما رموا في النار أنا كنت قاعد معه جوا النار. وما برد النيران إلا بدعوتي، قال أنا ادعيت. أنا كنت مع راعي الذبيح في داءه، قال لما دار يذبح اسماعيل انا كنت قاعد. وما نزل الكبشان الا بفتوتي، قال انا اديتهم الفتوى. انا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه الا بتفلتي، قال له يعقوب افتح عينك، تف في عينه بقى كويس. تخيل. قال انا كنت مع ادريس لما ارتقى العلا واقعدته الفردوس احسن جنتي، قال ادريس لما مشى السماء قال انا مشيت معه، والفردوس جنتي قال احسن جنتي، قال انا قعدت فيها. تخيل. انا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي. أنا كنت مع أيوب في زمن البلا وما برئت بلواه إلا بدعوتي، عصاية موسى قال من عصايتي وما بقى كويس أيوب إلا بدعوتي. أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي، قال أنا أديته النغمة يعني صوته الجميل. أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وطبعا يا جماعة هو بيقول أنا كنت مع نوح ومع موسى ومع عيسى ومع يعقوب ومع أيوب وغيره، والناس ديل الأنبياء ديل أنت منو؟ الحضر الأنبياء ديل كلهم الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، الملائكة جبريل إسرافيل إبليس، أنت هاتوا في الثلاثة. لكن هو قال لك ما تتعب كثير ولا تسأل كثير، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته. وطبعا يا جماعة ذكرت لكم أنه ما هو اللي قال الكلام ده برا، وذكرت لكم نموذج في الحلقة اللي فاتت. الليلة عندنا كتاب ثاني اللي هو كتاب ديوان شفاء القلوب والغرام، ده كتاب من كتب الختمية برضو الملاغنة. في الكتاب ده صفحة 117 بيتكلم عن الخضر. شوفوا يا جماعة بيوصف الخضر بصفات لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. اسمعوا معي القصيدة. قال وقال رضي الله عنه يمدح نبي الله الخضر، طبعا فيها خلاف هل هو نبي ولا ما نبي، وطبعا الخضر مات ما حي. المهم قال شنو بعد ما بدأ بلدني العلوم إلى أن قال وإنك في الحضائر صرت ذاتا منزهة مقدسة الصفات، ذات منزهة مقدسة الصفات. تخيلوا يا جماعة. ومهما شئت تظهر في علاها بأي اسم تريد على ثباتي، وكل الكون أنت جلست منه على عرش استواء الكائنات، وكل الأنبياء لديك ترجو. تخيلوا يا جماعة ركزوا معي. وتطلب لنيل مخبآتي تمدهم وتمنحهم وصالا بكل أصول علم
والسمات، كذاك العالم الأعلى وأدنى، وكل مكمل في المبدعات، لأنك أنت تعلم كل جزء بلا لبس وكل الكائنات، لك الإطلاق في الحضارات كلا وكل عوالم وبغيب ذاتي، فتعطي من تريد بغير حجر، لكل خزائن لك فاتحات، عميم الجود كم رقيت غوثا وفردا كاملا للعاليات. شوف كم بيت هنا وصف الخضر بصفات لا تليق إلا بالله. الكتب اللي أنا ذكرتها لك دي فيها ضلالات تانية بنحتاج لها في حلقات تانية إن شاء الله بنرجع لها، لكن الآن إذا سألناك سؤال يا حبيبنا، منو اللي بيقول للشيء يكون فيكون؟ منو؟ طبعا ما يحتاج تفكر كثير، حتقول لي الله، لأنه ربنا في القرآن ورانا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى ما في خلاف. لا، عند الصوفية الشيخ بيقول للشيء يكون فيكون، ما ربنا. ده كتاب طبقات والضيف الله، كتاب مشهور ومعروف يباع الآن في الدار السودانية للكتب، كتاب بتاع صوفية، عشان ما يجي لزيرك يقول لك لا ده كتاب تاريخ. لا ما كتاب تاريخ، ده بيتكلم عن الأولياء، كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، يعني كتاب بيتكلم عن الأولياء وهو مرجع عند الصوفية. عايم معي يا حبيبنا الغالي صفحة 116، قال شنو؟ ركز معي بالله، شوف الكفر ده. قال وقال الشيخ إدريس درجات الأولياء على ثلاثة أقسام، كبرى ووسطى وصغرى. الأولياء 3 درجات، كبير وصغير ووسط. طيب فالصغرى أن يطيروا في الهواء، ده الولي الصغير يطير في الجو، ويمشوا على وجه الماء، وينطقوا بالمغيبات، يتكلم بعلم الغيب. ده الولي الصغير، تخيل الولي الصغير شال صفة علم الغيب اللي هي من صفات الله. طيب في النص عمل شنو؟ قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون. قال وهذا مقام دفع الله ولدي هنا، يعني هو في الكبيرة. قال والكبرى هي درجة القطبانية، القطب ده المتحكم في الكون. الكلام ده يا جماعة كفر ولا ما كفر؟ يا ريت لو وقف لينا. قالوا وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب اسم أبوي دفع الله هو اسم الله الأعظم، اسم أبوي دفع الله هو اسم الله الأعظم، عبارة ما عندها أي معنى تاني. شفت الكفر ده كيف؟ عشان ما تيجي تقول لي يا أخي الصوفية ده ما هو كده. والله الكلام اللي قالوه الصوفية في الكتب دي والله ما أظن في واحد قاله قبل كده في السودان. كلام زي ده يغطس حجر السودان مليون سنة لقدام. في صفحة 164 بيتكلم برضو عن واحد من الأولياء، قال اسمه عووض بن عمر شكال، شكله جنه مشاكل. قالوا وقد أعطاه الله الدرجة الكونية وهي لفظة كن فيكون. الكلام ده واجب علي وعليك أنه ننقذ الناس منه وأنه نوجه الناس. ده إذا مت أنت بتعتقده أنه الشيخ بيقول للشيء يكون فيكون، وأنه اسم دفع الله هو اسم الله الأعظم، والله العظيم أنت مت على الشرك، وليموت مشرك. ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتظرونا، لسه راجيكم كثير يا صوفية من الضلالات اللي حنكشفها للمجتمع وحنوري الناس، لأنه دايرين بأهلنا خير وكله بالوثائق. السلام عليكم. فتدعو شيخا هالكا وتقول يا شيخي مدد، والله حي لا يموت بالاستجابة قد وعد، وخالق للشيخ بل رفع السماء بلا عمد، أفلا يجيب دعاءنا والله أبدا لن نرد.